حياتي اتغيرت للأحسن مع جوزي بعد ما حبي القديم سكن قصادي. ومش بس كده، ده أنا فكرت في الخلفة اللي كنت مأجلها كمان. أنا شيماء، عمري 27 سنة، متجوزة بقالي 2 سنين، وجوزي اسمه نضال، أكبر مني ب5 سنين. لسه ربنا ما رزقناش بأطفال، ودي كانت رغبتي. كنت مفهمة إني لسه مش مؤهلة إن أشيل مسؤولية طفل، وهو كان سايبني براحتي. عمري ما شفت من نضال غير الحب والحنية، وكان ونعم السند. لكن للأسف أنا ما كنتش قادرة أحبه ولا أحسه. وفي يوم نضال رجع من الشغل وأنا ما كنتش في البيت، ولما اتصل بيا كان قلقان جدا وقال لي: انتي فين يا شيماء؟ أنا لسه جاي البيت حالا. رديت بكل برود وقلت له: أنا رحت عند داليا أختي أقعد معاها شوية وجاية، انت كنت عايزني في حاجة؟ سكت شوية وقال لي: وهو من الطبيعي انك تنزلي من غير إذن يا شيماء؟ للدرجة دي انت مش شايفاني خالص؟ على العموم مش عايز منك حاجة، خلي بالك من نفسك وما تجيش متأخر. وقفل نضال، وانا كانت أختي قاعدة جنبي وكانت متضايقة جدا من تصرفاتي، ولقيتها بتقولي: أنا مش فاهمة انت ليه بتعاملي نضال بالشكل ده؟ حقيقي انت إنسانة ما تستهلش غير خالد اللي داس على قلبك ورماكي بطول دراعه. يا بنتي فوقي بقى لنفسك وحب جوزك، لأنه يستاهل منك كل خير. رديت وقلت لها: غصب عني، أنا مش قادرة أحبه ومش قادرة أتخطى خالد رغم كل اللي عمله فيا. ردت أختي وقالت لي بعصبية: للأسف اللي زيك مش هتفوق غير لما تلاقي اللي بيقدرها سابها، وبلاش تراهني على صبره وحاولي تدي نفسك فرصة وتحبيه. سكت ولقيت دموعي نزلت بمجرد ما جابت سيرة خالد، وحسيت بوجع في قلبي. ولما نزلت عشان أروح افتكرت حكايتي مع خالد. وقتها كان عندي 20 سنة، وأنا وهو كنا زمايل في الجامعة، كنا تملي مع بعض مش بنفارق بعض لحد ما اتخرجنا واشتغلنا في نفس الشركة. وفي يوم قلت له: يا خالد، أنا عايز أعرف أنت هتتقدم لي إمتى؟ إحنا بقالنا كتير قوي مع بعض وما خدناش أي خطوة في حياتنا، كل أصحابنا اتخطبوا واللي اتجوزوا وإحنا زي ما إحنا. رد وقال لي: اصبري عليا يا حبيبتي، وأوعدك هعملك كل اللي انت عايزاه وأكتر كمان، لكن استني عليا شوية. استنيته وفضلنا سوا لحد ما جه اليوم اللي اتقدم لي فيه وكانت مامته معاه. وأول ما شافتني لقيت وشها قلب وكأن بيني وبينها حاجة، ولقيتها اتكلمت مع بابا وماما في أي كلام وما فتحتش أي سيرة إنهم عايزين يخطبوني. وكان خالد بيبصلها عشان تفتح كلام، لكن هي كانت بتبرق له وكانت بتحاول تمسك إيديه عشان يسكت ويمشوا. ولما فتح هو كلامه مع بابا وقال له: يا عم أنا جاي أطلب إيد شيماء، وقبل ما يكمل بقية الجملة مسكت قلبها وقالت له: الحقني يا خالد، أنا مش قادرة أتنفس يا ابني، وديني لأقرب مستشفى. جريت عليها وجبت لها مية وقلت لها: ألف سلامة عليك يا طنط، إحنا هنيجي معاكي للدكتور عشان نطمن عليكي. ماما مسكت إيدي وبصت لي وقالت: طبعا هنروح، بس لما ياخدها خالد ويوديها المستشفى، ولو احتاجنا يبقى يكلمنا واحنا هنجيله على طول. وبابا قال: اتفضل يا ابني، اتفضل ودي الست والدتك لدكتور، شرفتنا وألف ألف سلامة عليها. وخالد أخدها ومشيوا، وانا قلت لهم: انتوا ازاي ما تنزلوش معاه عشان اطمن على مامته، على الأقل تفضل شايلها لي لما نتجوز. بابا ضحك وقال لي: شايلها لك تشلك يا بنتي، هي عملت الحبتين دول عشان مش عايزة الجوازة تتم. انتي ما شفتيش كانت بتبصلك ازاي؟ اسمعي يا بنتي، الست دي مش مريحة وابنها ما عجبنيش، حسيت ان وشه ما فيهوش اي قبول. قلت له: ليه يا بابا؟ ده حتى خالد محترم وابن ناس. ماما ردت وقالت لي: اسمعي بقى، الست مش عايزاكي، عززي نفسك يا بنتي، وياكي تتكلمي معاه ولا تسمحي له حتى يفتح معاكي سيرة موضوع الجواز ده خالص، فاهمة ولا لأ؟ ما كنتش فاهمة ليه كل ده حصل. وتاني يوم لقيت خالد جه الشركة وكان بيتهرب مني. جريت وراه وبقيت أحاول أفتح معاه سيرة وأقول له إيه اللي حصل امبارح. ولما جه ميعاد البريك ورحنا نتغدى
اتحايلت عليه نقعد نتكلم سوا، وقلت له طمني، أخبار مامتك إيه؟ رد وقال لي بخير. شيماء، انت عايزاني اتكلم معاكي بصراحة ولا نقفل الموضوع على كده ونفضل اصحاب واخوات؟ ساعتها أخدت أكبر صدمة في عمري، وما كنتش مصدقة اللي بيقوله، لكن مسكت نفسي وقلت له لا طبعا، أنا من حق أعرف أنا فيا إيه اللي يخليك تنهي علاقتنا بالشكل ده. رد وقال لي أصل ماما ما حبتش ملامحك، وقالت لي إنك قصيرة ومش بيضة زي ما هي عايزة. ضحكت وقلت له نعم، انت بتتكلم جد؟ يعني أنا مش عاجبة مامتك مش أكتر؟ تصدق إني غلطانة إن علقت نفسي بواحد زيك مامته اللي بتختله من سوق العرايس وبتختله واحدة على مزاجها. وقمت من قدامه وقفلت الموضوع ده أكتر من شهر، لكن كان دايما خالد قصادي في الشغل، وبدأ يجر معايا الكلام من تاني. ولأني بحبه بشكل كبير رجعت له، وبقينا نتكلم كل يوم زي الأول. هو وعدني إنه هيقنع مامته بيا، لكن هي مسألة وقت مش أكتر. صدقته وفضلت معاه لحد ما في يوم لما رحت الشغل عرفت إنه اتنقل من فرع الشركة اللي احنا فيها لفرع تاني، فرع في مكان تاني بعيد عننا. ولما كلمته أفهم لقيته عامل لي بلوكات من كل حتة. بقيت مش عارفة ليه بيعمل معايا كده. ولما روحت ما لقيتش حد أتكلم معاه غير داليا أختي، ولقيتها قالت لي سهلة وبسيطة، أنا هدخل من عندي وأشوف هو عمل لك بلوك ليه. وفعلا أختي دخلت تشوف صفحته، لقيته متصور وجنبه خطيبته وكل أصحابه كانوا جنبه وأهله بيباركوله. ساعتها قلبي وجعني وانهارت من العياط، وأختي وماما حاولوا كتير إنهم يهدوا فيا، لكن أنا ما قدرتش أتحمل الصدمة، وقررت إن أسيب شغلي وأفضل قاعدة في البيت مخرجش منه. كنت بسأل نفسي هو عمل معايا كده ليه؟ دخلت في حالة اكتئاب وأخدت أدوية مهدئة كتير، وكل ده عشان أبقى أحسن، لكن حالتي كانت بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله. ومر 2 وأنا بحلك سر، مفيش أي جديد في حياتي، وكأن الزمن وقف بيا عند اليوم اللي اتغدر بيا فيه. لكن للأسف رغم كل اللي عمله فيا ما قدرتش أكرهه، فضلت أحبه، وكنت مستنية اليوم اللي يرجع لي فيه ويقول لي أنا عرفت قيمتك ويلا نرجع. لكن اليوم ده ما كانش بيجي، وماما وأختي كانوا بيمنعوني أعرف أخباره ولا حتى أوصل لأي وسيلة إن أشوفه بيها. وفي يوم ماما قالت لي أنا هقولك كلام يا بنتي يمكن محدش قالهولك قبل كده. الدنيا بتمشي يا بنتي، وناس هتدخل حياتك وناس هتخرج منها، وفي ناس بقى هتفضل باقية عليكي وهتتمنالك الرضا ترضي. لكن انت لازم تعززي نفسك عشان الناس تشوفك غالية، وافتكري ان ربنا هيعوضك. بس انت افتحي بابك للدنيا وعيشي، عيشي يا بنتي، ومن فاتك فوتيه انسيه. العمر بيجري وحرام عليكي تفضلي في الحزن ده كتير. كلام ماما كان صح، لكن أنا ما كنتش قادرة أتخطى خالد. لكن اتأقلمت ونزلت شغل تاني، وتقدم لي نضال جوزي، كان أكبر مني ب5 سنين، مستواه كان كويس جدا وما كانش عريس يترفض أبدا. وأنا وافقت على أمل إن أنسى خالد. وعدت الشهور وأنا ونضال اتجوزنا، ويوم فرحنا دخلت في حالة انهيار، وكنت رافضة إني أقعد مع نضال في بيت واحد. يومها قرب مني وطبطب عليا وقال لي اهدي يا حبيبتي اهدي، أنا مش هاجي جنبك، اهدي خالص. وسابني نضال ودخل أوضة تانية، وأنا فضلت أقول كان المفروض إن أتجوزك يا خالد، كان المفروض إن إحنا لبعض، ليه سبتني ليه؟ فضلت أعيط لحد ما غلبني النوم. وتاني يوم لما أهلي جم نضال اتعامل معاهم بمنتهى الشياكة، رحب بيهم وما ذكرش أي شيء من اللي حصل نهائي. وأنا فضلت إن اللي بيحصل بينا ما يطلعش لحد. وبعد يومين نضال قال لي حضري نفسك عشان هنسافر شهر العسل، وصدقيني أنا مش هغصبك على أي حاجة، هفضل جنبك، ولو حبيتي تتكلمي أنا معاكي وهسمعك، وعمري ما هضايقك. كان كلامه جميل، ووجوده في البيت بيخليه كله طاقة إيجابية، ويقوم من النوم يحضر لي الفطار. وحتى لما سافرنا كنا عايشين مع بعض زي الإخوات، وهو ما زعلش
وكان باله طويل جدا. ولما رجعت من السفر حكيت لأختي اللي حصل. ردت وقالت لي: ليه كده يا شيماء؟ ليه كده؟ نضال بيحبك، ليه تعيشي كسرة الخاطر اللي عايشها لك خالد؟ قلت لها: غصب عني يا داليا، غصب عني، أعمل إيه؟ قالت لي: أمال اتجوزتي ليه؟ ما دمتي ما كنتش قادرة تنسي، بتظلمي نضال ليه؟ هو ملوش ذنب في اللي حضرتك مريتي بيه. ونصيحة مني: يا إما تتقي الله في جوزك وتعيشي، يا إما تتطلقي وتسيبيه اللي تستاهله. سرحت في كلام داليا وحاولت أدي لنفسي فرصة وأقرب من نضال، وهو كان فرحان جدا، وقبل ما أطلب أي حاجة كان بينفذها لي، وحياتنا بقت زي أي زوجين. لكن كان في جوايا حاجة ناقصة، وكنت دايما بحس بالذنب من ناحيته. فقت من سرحاني وذكرياتي لما وصلت البيت ولقيت نضال مستنيني وقال لي: انتي كويسة؟ قلت له: أنا تمام، تحب أحضرلك العشاء؟ سابني ودخل ينام من غير ولا كلمة، وأنا دخلت أصلي وقلت: يا رب، يا رب شيل من قلبي حبي لخالد، وارزقني بالرضا يا رب، احفظ لي بيتي وجوزي واحميني من نفسي. وتاني يوم حسيت إني أحسن، كأن بيبان السما يومها كانت مفتوحة، وقررت في نفس الثانية إن ألبس النقاب بكامل إرادتي. كان نضال مبسوط مني ومن طريقتي اللي اختلفت في يوم وليلة، وكان بيصلي بيا إمام، وقربنا من ربنا وحسيت بالراحة النفسية اللي بتمناها. وعرفت إني اتعذبت بحب خالد لأنها كانت علاقة محرمة، وإني كنت جاهلة كتير قوي عن أمور ديني. وفاتت شهور لحد ما في يوم كان نضال في الشغل، ولقيت واحدة بتخبط عليا وبتعيط، ولما فتحت لقيتها آخر شخص كنت أتخيله، دي خطيبة خالد اللي شفتها معاه في الصورة. قلت لها: خير؟ قالت لي: أنا شيرين، جارتك في الشقة اللي قصادك، بالله عليكي وصفي لي أقرب مستشفى هنا، أنا ابني سخن جدا ومش عارفة أتصرف. صعبت عليا وأخدتها في عربيتي ووصلتها للمستشفى، ودفعت الحساب كمان. ولما اطمنا على الولد وكنا مروحين قلت لها: أنا أسفة، بس هو فين جوزك؟ أنا حتى ما شفتكيش بتتكلمي في التليفون تبلغي حد باللي حصل للولد. قالت لي بغلب: جوزي نايم فوق أصلا، هو مرضاش يجي معايا عشان أمه قالت له ما تروحش معاها، أصلي كنت متجوزة في نفس شقة حماتي، وكانت بتعاملني بطريقة صعبة جدا، وهو كان راضي بكل اللي بيحصل. ولما أهلي اتدخلوا بابا اداني فلوس ورثي وجاب لي بيها الشقة اللي احنا فيها دلوقتي، وهو بيعمل كل ده عشان يخليني أبيع الشقة واديله فلوس هيعمل مشروع وارجع أعيش مع أمه، لكن ده بعده. أنا أسفة إني دخلتك في كل المشاكل دي على الصبح، والفلوس هديها لك حالا لما نطلع. قلت لها: لا طبعا، اعتبريهم هدية مني للولد الجميل ده. هو اسمه ايه؟ قالت لي: اسمه سليم. سليم ده اللي مصبرني على عيشها مع أبوه، لكن الحمد لله على كل حال. ولما وصلنا العمارة لقيت خالد فتح الباب وكان وشه كل غل، وقال لمراته: مش لو كنا عند أمي كانت خدت بالها من الواد وعملت له كام وصفة وبقى زي الفل. خشي خشي يا أختي. شيرين اتكسفت من طريقته معاها وقالت لي: عن إذنك، أنا أسفة. وسمعت صوت خالد جاي بآخر الشارع، وكانت شيرين مراته بتعيط وحزينة. صوت انهيارها وزعقها وصوت عياط الولد بسبب صوتهم العالي خلاني أجري على سجادة الصلاة، أجري أصلي ركعتين شكر لله، وأقول له: يا رب، قد إيه أنا كنت مغفلة، بقى هو ده اللي أنا كنت متعلقة بيه ومش شايفة غيره، بقى أنا كنت هبقى مكان مراته، بقى ده كان هيكون أب لولادي. وفجأة لقيت الباب بيتفتح ولقيت نضال قصادي. جريت عليه وقلت له: أنا بحبك، بحبك يا نضال، بحبك وعايز أفضل معاك طول العمر. حقك عليا يا لو في يوم زعلتك، أنا كنت غلطانة، ما كنتش حاسة بقيمتك. شفت في عينه الحب والفرحة، ولقيته مسك إيدي وقال لي: لا، ده انتي تحكي لي إيه سبب الكلام الحلو ده، الكلام اللي هيخلي قلبي من الفرحة هيخرج من مكانه. حكيت له على جارتي وعلى طريقة جوزها معاها وغيرت الموضوع، وتمنيت إن ربنا يرزقني بطفل منه عاجلا غير آجلا، لأن نضال يستحق يكون أب، وهيكون أحن وأطيب أب في الدنيا. وعشان ما افتحش أي باب قديم طلبت من بابا وماما وأختي ما يجوش عندي البيت
عشان خالد ما يعرفش إن أنا اللي هنا وهم قدروا الموقف. وبعد شهر بالظبط طلبت من نضال نغير الشقة وهو وافق ورحب كمان، وفي خلال وقت بسيط كنت سبت المكان كله. وسبحان الله، سبحان من بدل حب الخالد لكره واشمئزاز من تصرفاته. وحاليا أنا عايشة أسعد لحظات حياتي أنا ونضال، ومعانا يوسف ابننا اللي حقيقي محظوظة إن ليه أب جميل الصفات زي نضال. حقيقي لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وربنا عوضه جميل قوي. خليكم متأكدين إن ربنا لما بيمنع عننا حاجة بيكون ده الخير لينا. وكل علاقة محرمة وفيها تجاوزات عمرها ما هتطرح بركة أبدا. حافظوا على نفسكم يا بنات.